بما اننا بقى داخلين على المدارس، فقلنا نعمل العيش الفينو عشان الولاد. عملنا 15 عيش فينو من نص كيلو دقيق. تعالي بقى اقولك ازاي الفينو يطلع معاكي زي ما هو موجود في الفيديو كده. شايفين لونه جميل ازاي؟ تعالوا بقى اقول لكم. معايا هنا نص كيلو دقيق بما يعادل 3 كوبايات دقيق ونص. هنحط معلقة ملح صغيرة ومعلقة بيكنج باودر صغيرة برضو، لان ديتي اللي بتخلي عجينة الفينو من جوه هشة، بيخلي الفينو هش من جوه. طبعا الدقيق ده انا نخلاه ودقيق حلو كويس. هنحط معلقتين سكر كبار ومعلقة خميرة كبيرة، هنقلبهم كويس في الدقيق. وبعد كده هنزل ب3 معالق زيت. هنزل بقى ب3 معالق زيت وهقلبهم بقى كويس. طبعا هنا بقى انا هستخدم ايدي. طبعا انا كان في امكاني ان انا اعملها في العجان، بس طبعا في ناس ما عندهاش عجان، فقلت انا هعجن على ايدي علشان الناس اللي ما عندهاش العجان. طبعا انا قلبت الزيت في الدقيق. معايا طبعا ميه دافيه، هنزل واحده واحده، يعني اخد مني من كوبايه لكوبايه وربع كده ميه، بس طبعا ده بيختلف من دقيق لدقيق. بما ان انا بعمل مخبوزات برضو، فبلاحظ ان دايما الدقيق من دقيق اللي بيختلف، بالذات في الميه. طبعا انا هنا عجنتها، نزلت طبعا بالميه واحده واحده وعجنت لغايه العجينه ما بدات تبقى كويسه معايا وما تلزقش. هنا بقى طبعا انا حطيتها على الرخامه كده، اسهل واحسن، هتتعمل معايا بسرعه. هحط بقى معلقتين زيت كبار وهعجن بيهم. وهعجن تاني، هتقطع مني بس برضو هقعد اعجن لغايه ما تظبط معايا. هغطيها بقى بكيس واحط عليها حاجه وادخلها مكان دافي لغايه ما تخمر. هي طبعا هنا خمرت معايا، فضيت منها الهوا وهعجنها برضو عجنه كده عشان ما يبقاش فيها اي هوا من جوه. وهبدا بقى ان انا ابرمها كده بالطول وهقطعها بقى. هقطعها هتطلع معايا 15 كوره. 15 كوره كده بحجم الطماطمية كده في المعقول يعني. هلفها كوره بقى وهسيبها هنا على جنب، واخلص كل الكمية اللي معايا وهغطيها بقى واسحب بقى كوره كوره كده وهعملها. طلعت معايا 15 كوره. هغطيها بقى وهبدأ بقى ان انا اسحب بقى واحده واحده. انا طبعا مسحت الرخامه كده مسحه زيت وفردتها. طبعا اهيتي بفردها بالنشابه بتاعتي زي مستطيل طويل كده شويه، زي ما انتم شايفين في الصوره كده في الفيديو كده. هبرم بقى هبرم واقفل من الجنبين، هقفل من الجنب ده كده واحاول ان انا اقفل العجينه زي ما انتم شايفينها كده. هقربها لكم برضو عشان تشوفوها. شوفوا انا بعملها ازاي. وهبرمها على الرخامه كمان. لازم اقفل الجنبين كويسين وبعد كده الم العجينه على بعضها وابرمها. هنا بقى انا حطيتها في الصينيه كده على ورقه زبده. دي الصاجه بتاعه الميكرويف، بس انا كده كده هحط في الصواني الالومنيوم المتوفر عندكم اعملوا فيه.
بس محدش يعمل في صينية ستيل. طبعا انا ببرم ازاي. هبدأ بقى اقفل اهو. شايفين انا بلم العجينة على بعضها اهو، اهو بلمها اهوتي، وهرجع تاني اتنيها وابرمها على الرخامة برضو عشان ما تفتحش مني. طريقته سهلة وبسيطة ومفيش فيه اي حاجة خالص. كده تمام. طبعا انا حطيت عليها كيس وسبتها في جنب كده، وحطيت عليها فوطة خفيفة كده وسبتها في جنب لما تخمر شوية، يعني حوالي ربع ساعة كده. طبعا انا بدهن الوش كده مسحة لبن، لبن عادي، لبن مش لبن بودرة، لبن عادي. مسحة لبن كده على الوش، وهدخلها بقى الفرن. هنا بقى التانيين اهمتي الباقي، اهي برضو هعمل مسحة لبن برضو. هخلص بقى بقية الكمية بتاعتي اللي معايا بالطريقة دي وادخلهم الفرن. زي ما انتم شايفين كده بقى ما شاء الله. كده الفينو بتاعنا جاهز معانا اهو. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي، وارتفاعه حلو وحجمه حلو. شايفين انا بحاول اضغط لكم، شايفين ما شاء الله طري وهش، وطريقته جميلة، والعجينة بتاعته حلوة وجميلة وطعمه حلو. انا عايزة اقول لكم ان مجرد ما خلصته اولادي بألف انا ما استنوش، على طول عملت لهم سندوتشات بمربى وجبنة واكلوه بألف هنا. شايفين انا بضغط لكم، شايفين طري ازاي. انا قسمت الفونية اهي عشان تشوفوها من جوه عامل ازاي. هفتحها لكم برضو بالمقص تشوفوه. طريقته سهلة وبسيطة وجميلة ومش هتاخد منكم وقت. جربوها هتعجبكم. انا فتحتها لكم من جوه اهو، شايفين. فانا بحاول اضغط لكم عليه ما شاء الله طري. هفتح لكم بقى الفونية هادي. هحشيها مربى معاكم. دي المربى اللي انا بعملها على ايدي، مربى التين اللي بعملها على ايدي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. جربوها وتعجبكم، وان شاء الله تتهنوا فيا بألف هنا. ما تنسونيش بقى في اللايك والكومنت الحلو بتاعكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.